هذه السيدة عبقرية فعلا. لم أكن أعلم أن البطاطس يمكن أن تكون بهذا الطعم اللذيذ. أولا نقطع 5 حبات بطاطس إلى شرائح رفيعة ومتساوية ونضعها في وعاء. الآن لنحضر الصلصة. على نار متوسطة نذيب 70 غراما حوالي ملعقتين كبيرتين من الزبدة في قدر. بعد أن تذوب نضيف 70 غراما من طحين القمح ونحرك باستمرار حتى يصبح قوامه ناعما. نسكب ببطء 400 مل من الحليب قليلا في كل مرة مع التحريك حتى تتكاثف الصلصة. ثم نضيف 200 غراما من الكريمة ونخلط جيدا حتى تصبح ناعمة وكريمية. نتبل الصلصة بملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. نسكب صلصة الكريمة الساخنة فوق البطاطس في الوعاء ونخلط برفق. ثم ننقلها إلى صينية فرن نغطيها بورق ألومنيوم ونخبزها على حرارة 220 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة. بعد ذلك نزيل الورق ونرش جبن الموزاريلا على الوجه ونعيدها للفرن 15 دقيقة إضافية. وأخيرا يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم. الطعم مذهل ورائحة لا تقاوم. طبق مثالي بجانب اللحم أو الدجاج.